ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. روتين جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. قبل بس ما نبدا في الفيديو، يلا نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو انت جديده عندي في القناه ما تنسيش بقى تشتركي عندي، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك. ويلا على الفيديو التشجيعي اللي من الاخر. يلا بصوا بقى، النهارده هنتشجع وعايزه اخلي الحمام ده زي الفل، لان بصراحه كان من عندي متبهدل وعايز يتلمع كده ويتصبن من كل حتة. فبدأت كده بالحوض. طبعا جبت السلكة ومسكت بقى الحوض كله غسلته. عايزاكي بعد الفيديو تقومي تدمري الحمام. انا مش عارفه قلت الحمام ولا المطبخ، والله مش عارفه. المهم ان انا مسكت البانيو اللي هو بحط فيه الفرش ومكان الحلاقه والكلام ده. فكان في صدى كده من تحت، مسكته بقى غسلته كويس. ورميت كل المكان اللي هو مش اللي بايظ يعني وكده. وظبطت كده الدنيا وغسلت كده الحوض ده او البانيو ده. المهم ان انا عايزه اجيب بانيو زي ده كده برضو في المطبخ. المهم كان في شعر كده في الحوض برضو شلته، لان هو ده اللي بيسد الحوض. دايما يتشال كده اول باول. بس ونضفت كده الدنيا. وهوريكم هنشوف هنعمل ايه بقى النهارده. كملوا بس اهم حاجه للفيديو للاخر، ان شاء الله هيشجعكم وهيعجبكم جدا. مسكت برضو الصبانة كانت متبهدلة. بصوا الصبانة دي يعني بصراحة خدت فيها مقلب. هي شيك وكل حاجة وجميلة، بس المشكلة بقى ان هي بتتملي مية من جوه، فبتخلي الصابونة لما تتحط عليها تبوش. فبتفضل بقى ايه يبقى فيها بواقي صابون كتير قوي. فلازم تبقى دايما ناشفة. حطيت كده الصابونة بقى عليها. وكان عندي بتاع كده بتاع ايد هاند ووش يعني. فقلت العلبة بصراحة شكلها يعني كويس، ما فيهاش اي حاجة. فغسلتها كده وقلت احط فيها شوية شاور او هاند ووش او اي حاجة، يعني اللي هي ايه، لو حد عايز يغسل ايده بيها. بس هبتدي افضيه كده معاكم. لان ساعات احنا بنبقى عايزين نستعمله، بس ايه لسه هنفتح العلبة، لكن ده كده هيبقى على الحوض على طول. فهنستعمله، كمان ريحته رهيبة رهيبة بجد، ريحته حلوة قوي. فهبتدي كده افضيه واحطه برضو في البانيو. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ولسه ما حطيتيش لايك، يلا حطي لايك حطي لايك وتتفرجي على الفيديو للاخر. ده تشجيعكم ليا يا جماعه. المهم مسكت برضو العلبه كده من بره، برضو غسلتها، خلينا كده نضاف كده وحلوين. المهم انا يعني بصوا، انا لما بنضف بضمير، ما بحبش الكروته. لو كروت ما بحس ان انا مش مبسوطه بنفسي كده. بس المهم جبت بقى الكوبايه اللي بحط فيها برضو الفرش والحاجات دي، غسلتها كويس جدا. وهبتدي بقى ارص فيها الفرش والمعجون والحاجات دي. بس يبقى كده الحوض عندي بقى تمام. هبتدي بقى اشوف البانيو، برضو البانيو عايز يتغسل، لان بقى لي كتير بغسل فيه بقى كوفرتات وحاجات كده، فقلت ايه اظبطه. وهنا كان الستاند ده كان واقع اصلا عشان المسمار. فدقيت كده المسمار وحطيته، وهبتدي احط عليه الفوط. وكمان الجوانتي اللي بنضف بيه برضو. بعد كده همسك المراية، هبتدي بقى المعها كويس جدا. انا بس كنت مش لابسة يعني التلبيسة بتاعت الطرحة او كده، فعشان كده حطيت الستيكر يعني. بس اهو لمعت المراية. بعد كده دخلت على البانيو. هبتدي بقى اصبنه برضو كويس جدا بالبريل والسلكة. اهم حاجة يا جماعة السلكة، يعني اوعي تستسهلي وتستعملي في الحمام سبونجة او كده، لا لازم سلكة. السلكة بصراحة بتنضف وبتجيب من الاخر. مسكت برضو كل حاجة بستعملها بغسلها. مسكت الطبق ده غسلته كويس جدا. وكمان ده بستعمله يعني ككوس كده. فبعمله ايه، ببتدي غسلته كده كويس وهبتدي امليه ميه وانضف بقى بيه. يعني اول ما اخلص اشطف بيه. هبتدي كده املاه، لان الميه عندي ضعيفه جدا فما بتسعفنيش لو انا ايه مشغله الحنفيه. لكن لو انا ماليه كده ببتدي ايه اصبن واشطف على طول. بس اهو نضفت كده نص البانيو. هبتدي اروح للناحيه التانية، كانت متبهدله كوبايات وحاجات. الكوبايات دي بستعملها في المسحوق وكده. بعد كده شلت بقى كل حاجه من هنا. وشلت كمان الخرطوم بتاع الغساله، وان شاء الله هرجعه على طول بعد ما اشيله عشان بنساه. وبيغرق لي بقى الصاله، بيغرق لي الحمام ميه وكده. فهبتدي ارجعه تاني اول ما اخلص ان شاء الله.
بس بقى غسلت برضو الحتة دي الجزء ده وشطفته. وهبتدي احط بقى السدادة دي، برضو اتبهدلت من الحمام وكده، بس غسلتها برضو بالسلكة وحطيتها. البلاستيكات دي بتمسك في اي لون، اي لون، صلصة، لون بقع، اي حاجة بتلاقوا اللي هي السدادة دي بتتبهدل. يعني انا كرهت الحاجات بجد، البلاستيك واللي هي السيليكون دي، من كتر ما هي بتمسك في اي حاجة. برضو ما نسيتش الغسالة، مسكت برضو الغسالة كده من فوق، غسلتها كويس جدا، وهبتدي بقى اشطفها. النظافة والله حلوة يا جماعة بجد. يعني انا من اكتر الحاجات اللي لو اتنضفت بحس ان انا مرتاحة نفسيا، الحمام والمطبخ. دول بصوا اساس البيت فعلا. يعني انت شوفي نفسك كده في البيت، مش حد يشوف لك، لا انت شوفي نفسك. لو لقيتي ان حمامك نظيف ومطبخك نظيف، اعرفي ان انت نظيفة. الدنيا بقى بره متبهدله مش مشكله، بس الحمام والمطبخ اللي يمكن عشان من اكتر الحاجات المتعبه، يعني متعبه في تنظيفها. فلما يبقى ايدك دايما فيهم ونضاف كده وعلى طول متلمعين، هتحسي ان انت فعلا لا، البيت كله نظيف وزي الفل كده كده. الريسبشن ما بياخدش وقت، الاوض ما بتاخدش وقت، يعني خلاص ما فيش غير الحمام والمطبخ. مسكت برضو الطبق ده، ساعات بستعمله كده، بغسل بيه ساعات بالخيشة وكده، فبرضو طالما بستعمله يبقى نغسله. وطبعا بيخصصي كده سبونجة و... وسلك للحمام والمطبخ، يعني ده يبقى ليه واحدة وده يبقى ليه واحدة. طبعا السبونجة دي والسلكة دي بعد ما اخلص هرميها في هرميها في الزبالة اصلا. عشان يعني اتهانت معايا النهاردة في الحمام. انا ما صدقت اصلا ان تميم نام شويه بصراحه، لان هو بيخلينيش اتهنى ان انا اكمل حاجه للاخر. يعني لازم اعمل جزء واخلص وارجع له تاني وهكذا. فبصراحه لما بيحصل لي كده بكسل، بقول لا خلاص مش قادره اعمل. فلما لقيته نام كده حبه حلوين، فقمت بقى بصراحه قلت اخلص على طول. بصوا بقى نضف وبقى زي الفل ازاي. جينا بقى عند المنظم ده، يعني المنظم نفسه اتبهدل. فهبتدي كده انضفه. بصوا البتاعه دي حلوه قوي، بنحطها كده في القاعده بتاعه الحمام، بتخلي دايما في زي رغوه كده، وبتعمل ريحه كويسه للقعده. فلو لقيتوها حلوه اشتروها يعني. دي تاني واحده ان شاء الله هستعملها النهارده، فعجبتني بصراحه. بس المهم مسكت كده المنظم، وهبتدي امسحه كده كويس، كل رف كده همسحه. اول رف كده مش بحط فيه حاجه غير ورد او اي حاجه يعني. وتاني بقى رف هبتدي برضو انضفه، ده معقم للايد وكده. وهبتدي بقى اشيل كل الحاجات دي، والحاجات طبعا الفاضيه هرميها. هبتدي بقى كل رف كده همسحه. وانا حاطه على كل رف، حاطه برضو اسمه ايه، ستيكر. الستيكر السيلفر ده، عشان للاسف النوع الخشب ده بيمسك فيه اي بقعه. يعني لو نقطه شاور او حاجه وقعت عليه خلاص بتطبع. فعشان كده حطيت الستيكر ده. هبتدي بقى كده ارص الحاجات بتاعتي كده في المنظم ده. المنظم ده والله يعني بحبه جدا، بس للاسف بسبب الميه مش بيستحمل يعني الميه والحمام وكده. مع ان انا كنت جايباه على اساس ان هو يعني مش بيتاثر بالميه وكده. بس طبعا كل ده هزي يعني، طلع حوار يعني، فاهمين. بس المهم ان انا ايه بعده خالص عن الميه، بس للاسف برضو بيجي ساعات ميه كده جنب المنظم، فللاسف باظ عندي كده من تحت. هبتدي بقى امسك اخر رف كده، وبرده في ضرفه كده تحت برضو حلوه لو انت عايزه تحطي فيها حاجات خاصه، او اي حاجه مثلا عشان لو عندك ضيف او كده، برضو بتبقى لطيفه قوي بصراحه. بس لمعت كده الدنيا، هبتدي بقى ارص الشامبوهات والشاور والحاجات دي. ويبقى كده فاضل لي بقى مسح الحمام بقى كله. شايفين يا جماعة الترتيب والنظام حلو؟ الترتيب والنظام حلو. الهمجية وحشة. انك تحطي كده اي حاجة في اي بتنجان، ده مش حلو. بصوا بقى حطيته كده فوق كده لغاية ما اخلص الحمام وابتدي احطها. مسكت بقى كده الارض بغسلها ازاي، بحط كده بريل وبحط كلور. اهم حاجة الكلور هو اللي بيطهر الحمام. بس انا موطية كده ايدي عشان كذا بنطلون عندي باظ بسبب الكلور. بيطرطش على البنطلون كده وتلاقيه بقع بيضة كده فيه. فخدي بالك وانت بتستعملي الكلور.
مسكت بقى الفرشة الخشنة كده، وهبتدي ادعك بقى الارض كويس جدا جدا جدا، ما سيبش حتة غير لما ادعكها. وبعد كده شد بقى بالمساحة. بصوا المكان ده برضو كان متبهدل اهو، هبتدي ادعكه كده كويس. انا بعد عن المنظم، شايفين ازاي؟ عشان خايفة من المية. مش هرش بقى طبعا هنا للأسف مية عشان المنظم، هشد كده على طول بالمساحة. بس كده هبتدي بقى اتنقل للناحية التانية. بصوا الحتة دي كان فيها بقعة كده، مسكتها بالسلكة برضو نضفتها. وكمان ان شاء الله هنعمل غدا مع بعض للناس اللي بتحب فقرة المطبخ. بصوا برضي كل الاطراف، مفيش حد هيزعل ان شاء الله في الفيديو. اي حد عايز اي حاجة في الفيديو هياخدها. ما تضايقوش نفسكم. بس كده دعكت كده الارض كويس بالفرشه. بحب قوي دعك الارض بالفرشه كده، والصابون والبريل والكلور يا خرابي، بحس بنظافه كده. بس اهو نضفته كويس. هبتدي بقى اشد كل ده بالمساحه. بصوا برضو شغاله بميه كده على طول عشان الدنيا تبقى على طول نظيفه. شدت كده بالمساحه. ويبقى كده خلصت الحمام الحمد لله. شايفين يا جماعة النظافة؟ انا عايزة ادخل انام في الحمام من كتر ما هو نظيف. والله نظيف وريحته جميلة يعني تعرفي ان الحمام نظيف من ريحته. اول ما تلاقي الريحة حلوة تعرفي ان هو كده نظيف. لا بلعب مع تميم يا جماعة عادي. ولا يا ولا يا ولا. هبتدي بقى اعمل الغدا النهارده. هنعمل مكرونه بشاميل. بصوا انا بصيت كده على الحاجه اللي موجوده عندي، فلقيت ان كل حاجه موجوده ما عدا المكرونه. في بس المكرونه اللي هي المقصوصه دي. مره كان في متابعه بتقول لي ايه، انا اصلا بعمل المكرونه البشاميل باي نوع مكرونه. متفرقش معايا. فبتقولي انت ليه عاملاها بالمكرونه الاسباجيتي؟ فيا جماعه انا قايله في الفيديو، قايله اعملوها بالمكرونه اللي انتوا تحبوها. مكرونه فرن، مكرونه شرايط، مكرونه اسباجيتي، براحتكم خالص. ده بتاعتكم انتوا. انا ساعات بيبقى عندي ازمه في مثلا في شكل المكرونه، فمش هعمل مثلا الاكل ليه يعني. لازم انزل مخصوص اروح اجيب مكرونه فرن؟ لا بالعكس، ده هي بالمكرونه المقصوصه بتبقى تحفه، وبالمكرونه الاسباجيتي بتبقى رهيبه، بالمكرونه الشرايط بتبقى فظيعه. فكله حلو كله حلو. فانت اختيار نوع المكرونه ده مش مني انا، ده بتاعتك انت بقى. المهم جبت ايه، جبت 3 بصلات كده حلوين. وببتدي اضربهم في الكبه، بنزل عليهم مع مكعب زبده وشويه زيت. وببتدي اشوح البصل لحد ما يبقى لونه ذهبي. انا بعمل دي طريقتي يا جماعه. ببتدي انزل باللحمه المفرومه. دي اكتر طريقه بجد هتخلي اللحمه المفرومه بتاعتك رهيبه. بعد كده هبتدي انزل باللحمه المفرومه بعد ما البصله تكون كده بقت لونها حلو. بنزل بقى بالملح والفلفل وبهارات اللحمه او ال7 بهارات، وشويه بابريكا. تمام. بعد كده ببتدي احط اشوح كده المفروم يعني لحد ما يتشوح معايا خالص، يبقى بصوا ما يبقاش فيه تكتلات او كده. انا بقى النهارده كمان قلت انزل بتركايه كده، قلت احط فلفل رومي اجرب كده الطعم بالفلفل، لان انا على طول بعمل اللحمه مفرومه عادي متعصجه وبحط فيها طماطم او صلصه او كده. المره دي حطيت الفلفل، بصراحه مديها ريحه تحفه. يعني بجد كل مره احط الفلفل الرومي ده. بعد كده مش هحط طماطم المره دي، هحط على طول صلصه لان كنت مستعجله جدا وتميم ما بيسيبنيش في حالي. فحطيت كده على طول صلصه وخدت البواقي بتاعه الفلفل. بشويه ميه كده خليكوا اقتصاديين يا جماعه، خليكوا شاطرين كده وستات بيوت شاطرين. بس المهم بقى نضفت الكبه كده بالبصل بالفلفل بشويه ميه كده يعني. وعلى فكره طعمها بالصلصه زي بالطماطم الاتنين حلوين يعني تمام يعني. بعد كده هبتدي اعمل صوص البشاميل. لو انت ما بيظبطش معاكي ركزي كده في الخطوات. بحط حبة زبدة حلوين عشان انا هعمل صينية كبيرة. فانت لو هتعملي صينية صغيرة حطي يا دوب ايه، مكعبين صغيرين. هبتدي كده بحط زبدة وزيت او سمنة وزيت اللي عندك. بعد كده هبتدي بعد ما تسيح كده الزبدة هبتدي انزل بالدقيق.
كتري دقيق عشان البشاميل بتاعك يبقى كتير ويبقى تقيل، تمام؟ يعني ولا تقيل ولا خفيف، يبقى حلو كده. لكن لو قللتي الدقيق هتلاقيه خفيف قوي قوي، يعني مش هيبقى حلو. بس اهو تمام كده. لحد ما اشم ريحة الدقيق هبتدي انزل بالمية، لان انا هحط مكعب ماجي، فهبتدي انزل بالمية او انزلي بالشوربة بتاعتك عادي جدا. بلاقي ناس بقى بتستسهل وتجيب اللي هي الكياس البشاميل. على فكرة البشاميل العادي احلى بكتير من الكياس، وسهل مش محتاج يعني. وكمان بقى كل مرة هتعملي مكرونة بشاميل هتجيبي الكيس الجاهز ده، حوار يعني. بس لكن انتي لو عندك الحاجة في البيت خلاص سهل جدا هتعمليه. وفي نفس الوقت انتي حاطة بقى الدقيق وحاطة كل المكونات. الكيس ده انا مش عارفة بصراحة، بيبقى بحسه مش زي البشاميل العادي خالص، مش عارفة ليه. بس مسكت كده حطيت بعد ما فكيته كده باللبن كويس، بعد ما فكيته بالمية كويس جدا، هبتدي انزل بلتر لبن. بعد كده هبتدي انزل بمكعب فاين فودز كده، وشوية ملح وفلفل، وممكن رشة جوز الطيب، بس كده. سيبيه بقى ايدك فيه بقى لغاية ما يتقل معاكي خالص. ايدك فيه كده. هبتدي بقى اسلق المكرونة بتاعتي المقصوصة. يعني براحتكم والله يا جماعة، استعملوا المكرونة انتوا عايزينها، ما تنرفزوش نفسكم. بس هبتدي كده انزل بنص المكرونة، وتكتروش مكرونة قوي برضه عشان ما تبقاش مكتومة كده ومش حلوة. نزلت كده بالمكرونة. هبتدي انزل بشوية بشاميل كده حلوين عشان تبقى جوسي يا جماعة خالص، عايزينها جوسي كده من جوه. بس بعد ما انزل بصوص البشاميل هبتدي انزل باللحمة المفرومة. وطبقة برضو اياد كان عايز شوية بشاميل كده على المكرونة عشان ياكلهم. ابتدي انزل بصوص البشاميل كده، وبعد كده ابتدي احط طبقة اللحمة المفرومة ومكرونة، واخر حاجة بشاميل كتير. والنهاردة قلت احط بيضاية كده على الوش. انا دايما مش بحط فيها بيض بصراحة، بس المرة دي حطيت كده طلعت جميلة بصراحة. رصيت كده اللحمة، رصيها كده كويس عشان تبقى في كل حتة فيه لحمة كده، حبة حلوين يعني. هنزل بقى باخر شوية مكرونة. بصوا بقى المكرونة دي بقى بتتاكل بالمعلقة، يا خرابي على جمالها، طعمها مش ممكن، جميلة جدا. هنزل بقى بالبشاميل. بصوا بقى البشاميل ما شاء الله كتير ازاي. الكياس بقى هتلاقي الكمية بتاعتك ضعيفة جدا، لكن ده بيرمي معاكي كمية حلوة. انا كمان الصينية دي عندي ما شاء الله كبيرة، هي مش باينة في الفيديو. انت ممكن بصوص البشاميل اللي انا عاملاه ده تستعملي صينيتين من اللي هي الوسط. بس بقى اخر شوية بشاميل كده هحط فيهم بضاية وشوية فلفل اسود، وابتدي اضربهم مع البشاميل كده عشان البيضة ما تتحرقش على الشوايه. هقلبها كده كويس، وبعد كده افضيها على الوش، وهي احطها في الفرن. وبعد كده اخر شويه احط عليها الشوايه، افتح عليها الشوايه وهوريكم بقى شكلها. طبعا احنا كلناها سخنه لان احنا كنا ميتين من الجوع، ما استنيناش حتى تمسك نفسها. قلنا لا تمسك نفسها ليه، ناكلها على طول. بس فضيت كده البشاميل وابتدي ارصه كده كويس. اهم حاجه تسيبوها في الفرن حبه حلوين برضه عشان تمسك كده في نفسها. وكمان كله يتجانس كده مع كله، فاهمين؟ هي كده كده مستويه، بس لازم تتساب يعني على الاقل في الفرن نص ساعه، غير كمان الشوايه، فاهمين؟ ابتدي ادخلها بقى الفرن. بصوا بقى حمرت بقى الوش، شايفين الجمال بجد؟ الريحه يعني فظيعه. اياد اكتر حاجه بيحبها الطبقه اللي على الوش دي، بيفضل يسرقها، بيقطع كده منها كده وياكلها. هبتدي كده اقطعها معاكم. طبعا بصوا كانت مولعه مولعه لدرجه مش قادره اقطعها اصلا من كتر ما هي سخنه، بس بصراحه كنا جعانين. فهبتدي كده اقطعها. لو انت بتحبي القطعه بقطعتها فحاولي تصبري شويه كده تبرد. طبعا احنا في شتا يعني يا دوب اصلا هتبرد، يعني مش هتاخد وقت. بصوا هي سايحه ونايحه كده في نفسها. خلصناها وخدنا قطعه تانية. كانت مسكت بقى نفسها، اوريها لكم دلوقتي.
يا رب بقى النهارده الروتين بتاعي يكون عجبكم، والفيديو يكون حلو كده وتكونوا استفدتوا منه اي حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليه لايك وتشتركوا في القناه. شايفين المنظر من جوه؟ خطير خطير. بصوا بقى القطعه مسكت نفسها ازاي. استنوني بقى في فيديو جديد، ويلا مع السلامه. وطبعا لو اطفال بياكلوا هيبقى سهل بالنسبه لهم ياكلوها، لان بالمعلقه كده بكل سهوله. باي باي.